السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول إنكم وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. يلا بينا. جاسر أول ما شافه الغل والنار كانت بتقيد في قلبه، وافتكر كل التعذيب اللي هو كان بيعذبه لآسيا، اللي آسيا كانت على طول بتحكي عنه. قرب منه ومسكه من بدلته وبيزعقله وهو بيقوله: فين آسيا يا وسخ؟ لقاه إن هو بيبتسم ابتسامة مستفزة. راح ضربه البنية، راح وقع وشه بدأ إن هو يطلع في الدم، وراح قاله: لآخر مرة هسألك، فين آسيا؟ آسيا الله يرحمها. نزل هو لمستواه وقال له: اه، اسمع يا حازم، انت فاكر ان شوية الهبل اللي انت قلت ده هيخش على دماغي؟ مسكه هو وقومه وقال له: انت ما تعرفش انا كنت بدور عليك قد ايه طول ال5 سنين ده؟ بجد تعبت قوي عشان خاطر الاقيك. في الاول ما كنتش مقتنع، لكن للاسف بعد كده اقتنعت. كل حاجة كانت بتثبت لي لحد ما سمعت ان اسيا كانت موجودة في حفلة. طب كويس انك سمعت. للاسف مش هقدر اساعدك بحاجة يا جاسر، لان انا معرفش اي معلومات عنها. يلا، الله يرحمها، كانت جميلة قوي. مسكه هو من رقبته وبدأ ان هو يضرب فيه، هو عمال يشتمه ويلعن فيه حرفيا. قول لي يا وسخ يا حيوان، فين آسيا؟ صدقني يا حازم هتزعل قوي مني. انا لسه ما ورتكش انا ممكن اعمل ايه. ما اعرفش هي فين. ضربه هو اكتر لحد ما حازم راح قاله: انت عاوز تعرف مكانها ليه؟ يعني انت معترف وعارف انها عايشة؟ لا، هي ماتت. اسمع، بقولك دي ما دخلتش في دماغي، وانا مش هسيبك غير لما تقول. طيب، حرفيا هي كانت موجودة هنا من شوية، هي لكن هربت. سابه ورماه ومشي خطوتين، لكن حازم راح قاله: هربت هي وابني. جاسر شهق بصدمة وبصله وقرب منه، وعند آسيا وجبل. آسيا بعد ما هما كانوا على طول بيمشوا كتير عشان خاطر يلاقوا مخرج ان هما يخرجوا منه ويطلعوا برا الغابة دي، وقعت هي في الأرض وهي حاسة ان هي مش قادرة، هبطانة بسبب ان هي مكلتش ولا شربت مية، وبتمشي ما كانتش شايفة حواليها وحست ان الدنيا بدأت ان هي تغيم. لكن فتحت عينيها وشاءت بصدمة لما بصت يمين وشمال وما لقيتش ان جبل جنبها. قامت آسيا وهي مصدومة، جبل يا ترى راح فين؟ فضلت ان هي تجري وهي خايفة على ابنها، او بمعنى اصح هو روحها وحتة منها. هو لو حصل له اي حاجة فآسيا حرفيا ممكن ان هي تموت. كانت بتمشي وهي بتزعق بصوت عالي وبتقول: جبل يا جبل، جبل، انا آسيا، جبل انت فين؟ فضلت ان هي تمشي وهي بتنده باسمه لحد ما وقعت في الارض بسبب ان رجليها مش قادرة تستحمل، وهي بتقول: لا، جبل. قرب منه جسر وبصله ونزل لمستواه. حازم كان متوقع ان هو يضربه ضرب جامد بسبب ان هو قال الكلمة دي، لكن جسر راح قاله: بجد صعبان عليا قوي، ما رغم ان انا ما شفتوش، لكن وقع في اب زيك. قام وقف وسابه ومشي. هو اتعصب جدا وكان مغلول بسبب اللي هو قاله. مشي حق جبل
مشي جسر، وهو بيبص يمين وشمال للتلج ولكل حاجة. يا ترى آسيا خرجت من الغابة ولا هي لسه في الغابة؟ أكيد هي لسه في الغابة، على حسب كلام حازم إن هي خرجت امبارح بالليل، يعني على حوالي كده الساعة 2 3. فأكيد هي لسه في الغابة، أكيد لسه ما مشيتش. كان بيتمشى لحد ما سمع صوت طفل. بص يمين، لقى إن في طفل قرب منه ونزل لمستواه. هو بيقوله: اسمك ايه يا شطور؟ انا اسمي جبل. جبل؟ طب وايه اللي جابك هنا يا جبل؟ ما اعرفش، بس انا مش لاقي ماما، مش لاقيه. طيب خلاص، تعالى معايا واحنا هنبقى ندور عليها. تمام، شكرا يا عم. العفو، تعالى.